انت لسه برضو قاعده مستنيه الزيتون يرخص؟ طب ما لفتش نظرك البدنجان الطيب ابو سعر حنين اللي شيمو حبيبتك هتديكي فيه كل الاسرار، اللي تخليلك لونه يشرح القلب كده، وقلبه من جوه ابيض لون قلبك الحلو. ولا الدقه تتشرب كده من جمالها، والبدنجان يعيش فيها شهور وشهور من غير ما يجرى له اي حاجه. يلا بينا. اولا اختاري البدنجان الطري اللي لونه على بنفسجي كده، بلاش الاسود الكحل ده. اسلقيه بالقمع بتاعه اللي فوق ده عشان ما يمصش ميه مصبوغه من بتاعه السلق، ولما تفتحيه تلاقي لونه ابيض ومنور بالشكل ده. اغمريه بميه فتره عاديه خالص. وندخل على السر اللي بعده. ضيفي لميه السلق نص كوبايه خل وعصري عليه ليمون مع قشره، عشان الاسيد اللي فيهم بيفقدوا اللون الغامق ويحولوا للون اللي يجنن ده. سر كمان مهم لازم تاخدي بالك منه، هو انك تحطي غطا الحله مقلوب وتحطي فيه اي تقل كده، علشان انا مش عايزه البدنجان اللي فوق يشم هوا فيتاكسد وبرده يغمق. ولو عامله كميه كبيره وعايزاها تعيش معاكي شهور وشهور، ما تقرصيش عليه قوي في السلق، دقايق بس لونه يغير حبه كده، وبعد كده خديه على الحنفيه عشان توقفي عمليه النضج. لو عامله كميه صغيره ومستعجله عليها، خليه يطرى كده معاكي زي ما انا عملت. تقدري دلوقتي بقى تشيلي القمع وتفتحيه فتحه صغيره من النص عشان تحشيه لو حابه تكليف ساعتها. ويلا نتعرف على سر الحشوه ونحولها كمان لاحلى دقه. في الكبه هحط راس توم كبيره، عليها ربع كيلو فلفل، بشيل بذره والعروق اللي فيه دي عشان هي دي المتسببه في الحراره كلها. هطعمهم بمعلقه ملح، يا ريت يكون ملح صخري عشان ده انسب نوع للمخللات وبيخلي المخلل ما يتهريش. معلقه صغيره كمون وبس كده. لو مستعجله على اكله احشيه من جوه بالشكل ده ورصيه في البرطمان. وندخل على الدقه. عارفه اللي اتبقى منك من الخلطه بعد الحشو؟ انزلي عليه بقى بقيمه لتر ميه مغليه عشان نعقمها الاول، بس نسيبها تبرد عشان ما تغيرش طعم التوم. عليها 4 معالق كبار ملح خشن ومعلقه كبيره ممسوحه من ملح الليمون، عشان غير انه بيدي مزازه تجنن، هو مادة حفظ هايله ومش مضر خالص يا جماعه. الضرر يكمن في اكله مركز وبكميات كبيره على معده فاضيه. مفيش حد اكيد بيعمل كده. هضيف كمان معلقه كبيره سكر عشان اعادل الطعم ويمكن الاستغناء عنها. شايفين لون الدقه يجنن ازاي؟ ورباني احنا جمالنا طبيعي مش محتاجين مكياج. ولو عايزه تحفظي البدنجان ده فتره طويله، يبقى ممكن تحطي على الوش شويه زيت عشان يقفل الهواء. وشوفوا لي بقى جمال الالوان، لوحه فنيه. ولا الطعم وطريقه الحفظ دي حاجه كده وهميه وهتدعيلي. وفي النهايه خالص انا عايزه اقولك، قريت مقوله كده واعتبرتها مبدأ من مبادئ حياتي. المقوله دي بتقول: انا لا احل المشاكل، انا اصلح طريقه تفكيري فتنحل المشاكل من تلقاء نفسها. اتمنى لو الافكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي دعوه حلوه لام الله يرحمها عشان هي اللي علمتني كل المعلومات اللي في الفيديو ده. انا شيماء باي.